طب لو اكتشفنا ان العروسه اصلا متحمسه ومستنيه اللحظه دي، بص هتقول لك انا عندي ضغط بقى لي 20 سنه عايز اخلصه، انا تعبانه محرومه بقى لي 20 سنه، تيجي في الليله اللي انا مستنياها وتقول لي سيبها تنام؟ لا يا معلم، انا مش عايز النصيحه دي. يعني ازيكم؟ لسه بنتكلم على ليله الدخله وحبايبنا العرسان الجداد، وخلينا نكمل. انا ما اعرفش انا وقفت فين صراحه، فنخلي الكلام عشوائي كده كان احنا قاعدين مع بعض وبندردش. طيب عشان ما اطولش عليك، خلصنا الفرح ودخلنا بقى ايه شقتنا، وبدانا بقى نشوف هنعمل ايه. انا همشي معاك ان انت عايز تعمل حاجه الليله دي، بس انا زي ما قلت لك قبل كده انا ضد انك تعمل اي حاجه الليله دي. بس خلاص انت دماغك جزمه قديمه وعايز تثبت رجولتك، وعشان لما تروح لاصحابك تقعد معاهم على القهوه تقول لهم انا عملت وخليت، وهتحطها في السي في بتاعك، ربما انك لما تيجي تعمل حاجه تقول ان انا خلصت في اول ليله. خلصت ايه انا مش عارف، بس ماشي خلينا نمشي معاك. مبدئيا عايزك تعرف ان الست اللي معاك دي، البنت اللي داخله معاك دي قنبله ضغط. يعني هي اصلا اللي يغزها كده تنفجر من ايه؟ الست بقى لها 20 30 سنه على حسب سنها مضغوطه ان هي خبي خبي خبي، ما تبينيش دراعك، ما تبينيش رجليكي، ما تبينيش ايديكي، ما تتكلميش مع ده ما ينفعش تتكلم معاه، ده ما يصحش، وده غلط وده حرام. فالبنت مشحونه الفتره دي كلها، ومشحونه كمان ان شرفها على المحك. يعني هي كمان نص ساعه وكمان ساعه وكمان ساعتين هيبقى في اختبار شرف، ودي حاجه انا والله كراجل اهوت انا ما اعرفش اتحط فيها. يعني انا لو اتحط فيها اقول مش متجوز، ولا اني هتحط في الموقف ان حد يختبر شرفي، ان انا الجزء كبير منه انا ما اعرفوش. يعني البنت اصلا مش عارفه هي فين، ولا هي اصلا اذا كان في بكاره او بكاره غشاء مطاطي وغشاء مش عارف ايه. البنت مش عارفه حاجه عن نفسها، فهي داخله تكتشف نفسها معاك. فهي بتقول يعني كمان ساعه هتتهم في شرفها، ولا يقولوا دي شريفه، ولا يقولوا. فموقف، واقسم بالله انا راجل كبير دلوقتي وعاقل، انا ما اعرفش اتحط في الموقف ده. ان احنا بنحط فيه بنت عندها ممكن 17 سنه او 25 سنه او 30 سنه، انك تحط بني ادم في اختبار زي ده مع شخص غريب، والبنت اصلا ما حدش لمسها غالبا، يعني ان ما حدش لمسها او ما عملتش علاقه غالبا، وان هي يعني كل حاجه جديده بالنسبه لها، وفي اختبار شرف، حاجه تفل الحديد. فضلا على انها بقى لها 3 4 ساعات اصلا في البتاع بيسموه ايه ده، في الفرح او الكوشه او الكلام ده كله. ايه كلمه الكوشه دي؟ بس ما علينا. فالبنت قاعده بقى لها 3 4 ساعات متنشيه، وعينها على كل واحده من اصحابها، وكل واحده بتكرهها، وكل واحده بتحبها، وخالتها اللي مش عارف ايه، وهل هي شكلها حلو وشكلها وحش، يا ترى هي، والضغط اللي هيحصل يعني، ومن الصبح اصلا وهي عندك كوافير مش عارف ايه. فالبنت دي في اللحظه دي والله دي نبصها ونحطها جنب الحيط، يعني نبص نطبطب عليها كده ونفرش لها سرير ونقول لها ايه، انت تنامي، ما حدش له دعوه بيكي، ما حدش يقرب للبنت دي. فالبنت اللي معاك دي دلوقتي حالتها كده. فانت يبان رجولتك بقى، مش رجولتك انك تفض غشاء البكاره، لا، رجولتك انك انت تحتوي البني ادمه دي وتطلعها من الاجواء دي خالص، وتقول لها بكاره ايه وغشاء ايه وسكس ايه يا ستي. احنا هنسهر مع بعض الساعه اللي فاضله، نشرب حاجه حلوه، نتفرج على فيلم حلو، ونهزر ونضحك انا شوف، انا حكيت لك البنت تحت ضغط رهيب، فمحتاجه حد يحتويها. طب لو اكتشفنا ان العروسه اصلا متحمسه ومستنيه اللحظه دي، بص هتقول لك انا عندي ضغط بقى لي 20 سنه عايز اخلصه، انا تعبانه محرومه بقى لي 20 سنه، تيجي في الليله اللي انا مستنياها وتقول لي سيبها تنام؟ لا يا معلم، انا مش عايز النصيحه دي. يعني في واحده دلوقتي بتقول لي بص ما تنظرش علينا، انا صحتي زي الفل وانا عايز اظبط الليله دي. فلو عروستك من النوع ده، مش من النوع او في الحاله ديت، والنبي والنبي يا حسام، ده استدعي يا ربي، ده استدعي يا حسام، ما يلا يا حسام. مش نوع، دي حاله، ان هي حالتها النفسيه والجسديه تتحمل تخش في الاجراءات، كشف العفه وكشف الشرف والطهاره والكلام من ده. اتس اوكي، يعني مش هنجبر حد على حاجه، طالما هي متحمسه دوس يا معلم. فخلاص انا اعتبر ان هي متحمسه، وانا اعتبر ان انت متحمس، ومفيش وقت نضيعه. فنخش بقى في الجد، نبدا زي ما بنقول للناس كلها، زي انت شفت انت فيديوهات تانية عندنا، انك تبدا باللطافه بقى. يعني بالمناسبه في الناس المتجوزه العاديه المفروض يبدا بالمداعبه والكلام من ده، بس انت في خطوه كمان قبل كده، انك انت عايز تدخلها المود الاول. يعني هي لما تكون مراتك بقى لها 5 سنين ما بتحتاجش قوي انك تدخلها المود من الاول خالص، انت بتبدا بمداعبه ولطافه وكلام من ده. انما دي ست اصلا يفترض ان ما فيش مداعبه حصلت،
اللي اذا كنت انتم مقطعين السمكه وديلها بقى ومخلصين المداعبه كلها في فتره الخطوبه، ويا عالم وصلتوا لفين. فانا هعتبر ان انتوا ناس محترمه وما عملتوش حاجه ولسه على البر. فانت هتبدا معاها من تحت شويه، من رومانسيه بقى، يعني ايه، كلام حب وقعده حلوه ولمسه حلوه وحاجات مش سكشوال، يعني مش ايه، حاجات مش جنسيه قوي. انا بظن ده الحل الامثل لو انت عايز تعمل حاجه تانية، بس انا بقول لك انا بظن ان ده الحل الامثل، ان ما ينفعش تخش في حاجات جنسيه وتلمسها في اماكن حساسه والكلام من ده بدري قوي كده. انت محتاج الاول اللي اذا كانت هي متحمسه، برضو البنت المتحمسه دي هتبوظ الفيديو والله. في بنات كده شيطانين، لا عايزه بص رومانسيه ولا عايزه بتاع، عايزه بص يا معلم انا مستنيه بقالي 20 سنه، انا مش فاضيه للكلام ده كله، ما اسمعش الفيديو ده. فهنفترض ان هي مش متحمسه قوي، فهتحتاج شويه رومانسيه الاول، تبدا تدخلها في المود ان انا حبيبك وانت حبيبتي والكلام ده كله. خلصنا المرحله دي ربع ساعه ولا حاجه، محبه وكلام حلو بعيد عن التاتش والحاجات اللي هي الايه كده. دخلت في المود بقى وكلام من ده، ودخلت في البوس والكلام من ده، هتبدا في المداعبه. المداعبه هنا المفروض تكون اكتر مداعبه هتعملها في حياتك. يعني انت هتتجوز الست ديت ان شاء الله لمده 40 سنه، الله يكون في عونك. فانت المفروض هتداعب دلوقتي اكتر وقت ممكن، عشان انت مش عايز تجهزها للجنس، انت عايز تجهزها ان هي تبقى جاهزه لحاجه اكبر من الجنس شويه، ان في حاجه هتحصل. طبعا حاجه ما تخوفش ولا حاجه، مش عايز كلامي يبان ان انا بتكلم على في قنبله هتنفجر ولا حاجه، لا الموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه. خلصت مداعبتك والست البنت دخلت في الموت وبقت بتستجيب معاك، انت بتحضن هي بتحضن خلاص بقى دخلنا بقى ايه، راجل لراجل بقى، احنا كده دخلنا بقى المعركه. هنعمل ايه بقى يا معلم؟ ايه هو الوضع الامثل ان انت تعمل العلاقه دي؟ مبدئيا كل حاجه العروسه تتسال فيها، ايه اللي يناسبك، ايه اللي يريحك. عايزك تسال العروسه 50 مره، عايزه تعملي حاجه النهارده ماشي، إيه تحبي تعملي دلوقتي ماشي، تحبي نعمل كذا ماشي، المس كذا. الست لازم تسالها في كل حاجه. انا بقول لك البنت مضغوطه، سيبك من البنت الهايجه المتحمسه دي واحد في الالف، انك تلاقي عروسه متحمسه كده دي واحد في الالف. انما الغالبيه ان بتبقى عروستك متشنجه، مش متشنجه سوري في اللفظ، متوتره ومخشبه شويه وخايفه. انا والله لو في المكان ده هخاف، واقسم بالله لو انا في الموقف ده انا هخاف اصلا، واخد بعد اقفل عليها اوضه ولا اقفل عليها حمام ما حدش يقرب. فكل حاجه بامر العروسه، وانت ما تتحمس خالص. انت الراجل الهادي الكيس اللي بياخدها بالراحه ومعاها للاخر وما بيضغطش خالص، ما بيزقش، يعني ما بيزقش العلاقه، يخلي العلاقه ماشيه لوحدها كده. وفي النقطه دي عايز اقول للعروسه والله الموضوع لا فيه ألم ولا فيه بطيخ، ما فيهوش حاجه خالص. يعني كلمه ألم وفض غشاء بكاره والكلام كله فارغ. خدها مني اشتري مني، انا ما حدش بيشتري مني ويرجع الحاجه تاني. لكن ده اصلا ما فيهوش شعيرات دمويه كفايه انه ينزل دم، ولا انه شعيرات دمويه كفايه ان يعمل او اعصاب ان هي تألم موضوع، ولا كانك بتقصي ضفرك كده وبس كلت الودن ضفرك كده، فاهمه؟ ألم بسيط جدا ما يتحسش، يعني ما تكبريش الموضوع. تعرفي انه هيزعجك اكتر بعد تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم وكده، هيزعجك اكتر من اول ليله. يعني الالم اللي هتحس بيه فعلا مش الم، برضو مش الم، يعني اللي هتحس بانزعاج، بيسموه انزعاج في الايام التاليه. انما في اول ليله ده ما بتحسش بالم، يعني حقيقي كلام فارغ. ودم كلام فارغ، يعني دم يتشاف او ما يتشافش وكلام فارغ. نرجع للعريس. عايز اقول لك على حاجه، ساعات في غشاء بكره ما بيتفضش، في ساعات ما ينفعش تعمل حاجه. فالبنت لو قالت لك في الم انت تقف. يعني انا معلش باخد خطوه من قدام وخطوه من ورا معلش، بس في حاجات بتنط في دماغي لازم انبهك ليها. العروسه لو قالت لك وقف توقف، ما فيهاش نقاش. هي قالت لك وانت يا عروسه لو حسيتي باي انزعاج، الموضوع انا بقول لك ما بيألمش، لو حسيتي بألم حقيقي دي بقى في حاجه غلط. ماشي، ممكن يكون غشاء البكاره سميك جدا، بيحتاج ان دكتوره تيجي بتفتحه بمشرط كده في ثانيه، ما بتحسش بحاجه برضو. ماشي، فلو حسيتي باي الم زياده وقفيه فورا. هي مش بالعافيه ومش بالخناق، نقف ونهدى ونشوف احنا هنعمل ايه. هنا في بنت الناس تحترمها وتحترم جسمها وتحترم مشاعرها، فهي لو قالت لك وقف توقف. الكلام ده ما فيهوش نقاش خالص. ممكن توقف وتاخدوا نفسكم وتحاول تاني، مشيت الدنيا مشيت، قالت لك وقف برضو توقف. وانت يا بنت الناس ما تخافيش انك توقفي 10 مرات وتوقفي لغايه اما
تروح الدكتوره او دكتوره تجيلك وتشوف وضعك. علشان في الحاله دي لما بيكون الغشاء سميك ومتماسك جدا، لما بتدخل بالعافيه بتعمل مصيبه حرفيا. اتفقنا؟ لما تقول لك وقف هتوقف. وانت يا ست الكل لما تحس ان في حاجه غلط، في الم زياده عن اللازم، والالم اللي يحصل الم احتكاك عادي جدا ما يعملش اي حاجه، فلو حسيتي بالم توقفي. نستخدم الجل. انا نسيت الجل، يا نهار ابيض، بس انتوا ما نسيتوش صح. الجل ده اساسي اساسي. هتغرق نفسك جل وتغرقها جل وتخلي الدنيا مزفلطه. بص لو هتدخل فاهم اي حاجه هتبقى الدنيا سهله. فارجوك ما تنساش الجل. هتجيب الجل منين؟ بتروح الصيدليه بتسال على الجل، بيديك جل رخيص، مش عارف 5 جنيه 8، ما اعرفش الاسعار في مصر ايه، بس يعني لو عملنا له ممكن يبقى 20 جنيه علبه جل كده. عارف الجل بتاع ايه لما بتروح تعمل اشعه تلفزيونيه وكلام من ده، بيحط لك جل اهو جل زي ده. بس في جل تقريبا مخصوص للعلاقات الجنسيه وكده، ايه معرفش الاسامي والله، ربما هسيب حاجه في التعليقات لو انا افتكرت حاجه. طيب ايه انسب وضع بقى انك تعمل العلاقه دي لاول مره؟ اظن ده هنقوله بقى في الفيديو اللي جاي، عشان احنا طولنا عليكم قوي في الفيديو ده، وسامحونا وربنا يسعدكم.